أنا مش عايزة أكون على ذمة راجل زيك، راجل بيمشي ورا كلام الستات. طلّقني يا حسين، وورقتي توصلني النهارده عند بيت. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهارده كاتبالكم قصة جديدة. وللي لسه ما يعرفنيش، انا مريان. وما تنسوش لو قصتنا النهارده عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في قصة النهاردة. خلوني أحكي لكم الحكاية من الأول. أنا لبنى، عندي 22 سنة، متجوزة من سنة تقريبا من ابن عمي. مش قصة حب لأ، لكن دي عادات وتقاليد بلدنا، إن البنت تخلص تعليمها وتتجوز ابن عمها أو عمتها، المهم ما تخرجش برا العيلة. وأنا من صغري وأنا بكبر على طول كنت عارفة إن لبنى لحسين وحسين للبنى، وده كان طبيعي طول فترة تعليمي. وكان المفروض أخلص الثانوية العامة وأتجوز على طول، لكني صممت إني أكمل تعليمي لحد ما أخد الكلية. وبعد ما اتخرجت اتجوزت حسين في بيت العيلة اللي هو بيت عمي. وبعد أسبوع واحد بس من جوازنا، إيه يا عروسة؟ إيه مش كفاية نوم؟ صباح الخير يا طنط، هو حضرتك دخلت هنا إزاي؟ نعم يا حبيبتي، ده بيتي، أدخل وقت ما أنا عايزة. أيوة طبعا يا طنط، أنا فاهمة، بس دي أوضة النوم وكمان ده شقتي. لا 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 لا، أنا كل شقة هنا معايا مفتاح ليها وبدخلها وقت ما أحب. وبالنسبة لأوضة النوم يا حبيبتي، دي في الشقة وادخلها وقت ما أنا عايزة، دي أوضة نوم ابني. ويلا كفاية نوم وانزلي علشان شغل البيت، كفاياكي اهو سايبينك اسبوع. حاضر يا طنط، انا نازله ورا حضرتك على طول اهو، ما تستغربوش ده العادي. انا اصلا كنت متوقعه ان ده يحصل. انا بتجوز لكن في الحقيقه حياتي بتكون عند حماتي، هو مفيش حياه اصلا، والخصوصيه دي مش موجوده هنا. الرجاله بتروح تزرع الارض، والستات بتفضل تنظف وتطبخ في البيوت، والحياة كلها بيبقى في بيت العيلة، يعني في بيت أبو وأم الزوج. أنا بس كان نفسي شقتي تكون ليا لوحدي، أو أوضة نومي ملاقيش حد داخل عليا فيها وما أقدرش أقوله أنت بتعمل إيه هنا. مش مهم كل اللي فات، ده متوقع. وفي أول يوم ليا معاهم، وبالذات مع سلفتي الكبيرة، أخيرا نزلت يا عروسة ونورتينا. على فكرة أنا بقالي أسبوع بس متجوزة، مش من وقت طويل. لا يا حبيبتي، ده كتير وكتير قوي كمان. انا نزلت في الصباحية، يعني تاني يوم من جوازي. خلاص انتوا هتفضلوا ترغوا؟ يلا ورانا شغل كتير قبل ما الرجالة ما ترجع، عايزين نلحق نعمل الاكل. حاضر يا طنط، حضرتك عايزاني اعمل ايه؟ يلا روحي روحي روقي المنظرة وتعالي علشان هنعمل النهاردة محشي في المطبخ. وفعلا رحت روقت كل اللي حماتي قالت لي عليه، ورحت علشان اساعدهم في المطبخ. خلاص يا طنط انا خلصت المنظرة، بس ايه بس ايه مالك مبلمة كده ليه؟ اصلي بصراحة كده يا طنط انا ما بعرفش اقور. طب اعملي حتى الصلصة، ولا برضو ما بتعرفيش؟ يا طنط ما بعرفش اعملها برضو. طب بتعرفي تعملي ايه؟ انا ممكن اعمل السلطة. وهي السلطة دي محتاجة عميل؟ ده خضار بيتقطع، شكلك خايبة وهتتعبينا. بس يا فاطمة انت خليكي في اللي بتعمليه، وانت يا لبنى تعالي اوريكي واحدة ولا اتنين وتعملي الباقي بعد كده. وبدأنا انا وحماتي وسلفتي نعمل المحشي. مرة حماتي تعلمني، ومرة سلفتي تقولي قد ايه انا فاشلة ومش شاطرة في حاجة. حماتي كانت بتسكتها، لكنها عادي كان بتكمل كلامها عادي جدا لحد ما الرجالة وصلوا. والرجالة دول اللي هم جوزي وابن عمي الكبير اللي هو جوز سلفتي فاطمة وعمي. وبدأنا نحط الأكل على الترابيزة، وإحنا بنحط الأكل. إيه في إيه؟ هو في حد يعمل اللي انت بتعمليه ده؟ إيه ده، انت غبية؟ أنا عملت إيه؟ أنا ما عملتلكيش حاجة. يا سلام، قاعدة كل شوية تخبطي فيا وعايزة توقعي من إيديا الأكل وتقوليلي ما عملتيش حاجة، غير إنك قللت الأدب وما تربيتيش وبتردي عليا كمان. أنا ما غلطتش فيكي علشان تغلطي فيا على فكرة. أهو شوف يا عمي، كمان بتبجح فيا وانا اللي بخدمكم وبحط الاكل وهي ما عملتش اي حاجة. ومش محترمة حضرتك اللي المفروض ان انت عمها قبل ما تكون حماها. دي ما تربتش وعايزة تتأدب. سيب اللي في ايدك ده يا لبنى واطلعي على شقتك، مش عايزة اشوف وشك لحد اخر اليوم. ايوه ده حصل فعلا، كانت بتهزقني وكل واقف قدامها ساكت، محدش بيتكلم معاها او يرد حتى عليها، ولا عمي ولا جوزي ولا حد فيهم ابدا، وهي قاعدة تهزق فيا. حتى لما حد فيهم اتكلم كنت انا اللي غلطانة وبطرد من الشقة علشان اطلع اقعد في شقتي. صعبت عليا نفسي قوي وطلعت اجري على شقتي وانا بعيط او انا منهارة.
ان انا لسه عروسة جديدة ويحصل معايا ده. وفي اخر اليوم لقيت جوزي طالع ما بيتكلمش معايا وساكت. رحت انا اللي بدأت الكلام معاه. عاجبك اللي مرات اخوك ده عملته يا حسين؟ هي ما قلتتش على فكرة. انت اللي ما احترمتيش اي حد، حتى ما احترمتيش جوزك اللي كان قاعد. انت بتتكلم بجد؟ اكيد بتهزر. دي هي اللي مهزقاني قدامكم كلكم، ما احترمتش حد فيكم. الست من وقت ما اتجوزت اخويا وهي بتخدمنا كلنا، عمرنا ما سمعنا صوتها ولا حتى شكوى منها. لكن مش غريبة انها في اول يوم ليكي تنزلي تحت يحصل كل ده. هو شكلها زي ما هي بتقول. بتقول؟ بتقول ايه؟ انك بتعملي كل ده علشان مش عايزة تنزلي تحت، وهي اصلا حذرتنا من الاول ان انت هتعملي مشاكل كتير علشان ما تنزليش تحت تخدمي معاها. لا صدقني ما حصلش. انا اصلا من الاول وانا عارفة ان انا هنزل ابقى بخدم تحت وبقعد مع حماتي وما اعترضتش وما قلتش اي حاجة. هي ليه بتقول كده؟ طيب بص يا لبنى، قلتي او ما قلتيش، حصل ما حصلش، انا هعديها لك النهارده، لكن من بكره مش عايزه اشوف المشاكل دي تاني لو سمحتي. مش عايز حد يقول عليا ان انا مش عارف احكم مراتي. بس انا ما غلطتش يا حسين. انا قلتها كلمه ومش هكررها تاني يا لبنى. وده كان اول يوم ليا تحت عند حماتي، وما لقيتش حد واقف معايا، وكأني داخلة حرب أنا معرفش عنها أي حاجة. وفاطمة بنت عمتي الكبيرة على فكرة، لكني معرفش هي عملت كده ليه معايا. حقيقي أنا معرفش، وقررت إني هتجنبها على قد ما أقدر، ومش هقول لحد من بيتي، أبويا أو أمي، على اللي حصل، علشان المشاكل ما تكبرش أكتر وأكتر، لأن جوزي ابن عمي وفاطمة تبقى بنت عمتي، فما ينفعش يحصل مشاكل وتكون في الآخر بسببي. ورغم كل محاولاتي في ان انا اتجنبها وابعد عنها، ما قدرتش امنع طلاقي في اول شهر. ايوه اتطلقت بسببها في اول شهر ليا في الجواز. صحيح يا لبنى، هو انتي كنتي واخدة كلية ايه؟ صح، سياسة واقتصاد يا طنط. ودي بقى بتدرسوا فيها ايه يا لبنى؟ بدرس فيها كل حاجة يعتبر عن السياسة والاقتصاد واستيراد والتصدير وعلاقات الدول ببعضها والحاجات دي. فاهمة قصدي؟ ايه فاهمة قصدك دي؟ ليه شايفاني غبية يعني؟ انت قليلة الأدب ومش محترمة. هو أنا علشان ما اتعلمت زيك تقوليلي الكلمة دي؟ لما يجي جوزك أنا هوريكي. أنا صدقيني مش قصدي اللي انت فهمتيه ده، أنا قصدي يعني أنا مش قصدي، أنا قصدي أنا أصلا على طول بقول الكلمة دي في أي وقت بقولها، يعني في أي حد بكلمه بقوله فاهم قصدي؟ مش قصدي اللي انت فهمتيه. لا والله انا فاهماكي كويس قوي يا بنت خالي، من ساعة ما دخلت هنا وانا فاهماكي وشايفة نظرتك ليا عاملة ازاي، وانا مش هسكت على التعامل اللي انت بتعمليه ولا الكلام اللي انت بتقوليه ده. هتشوفي يا لبنى. ايه اسكتي انت وهي، انتوا هتتخانقوا مع بعض قدامي؟ فاضل تمسكوا في شعور بعض، يلا كل واحدة على شقتها، مش عايزة حد فيكم يقعد معايا، يلا اطلعوا. شفتي يا حسين فاطمة عملت ايه معايا النهاردة؟ دي هزقتني. هي برضه يا متعلمة اللي هزقتك، ولا انت اللي قليلة الأدب مش عارفة تحترمي حد؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حسين؟ هي قالت لك ايه؟ قالت اللي قالته يا بنت عمي. ما دام انت شايفانا قليلين بتتجوزيني ليه من الأول؟ وانا حذرتك وقلتلك تلمي الدور، والا هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه. وعلى ايه ان انا اوريكي حاجة؟ انت طالق، طالق يا لبنى. وفي أول شهر جواز ليا بقيت مطلقة، أخدت نفسي وبعضي ورحت على بابايا حكيت له اللي كنت ساكتة عليه ومش راضية أقوله. قلت له قد إيه فاطمة بتهزقني وبتهني، وأنا مليش ظهر هناك، مليش حد يقفلي، مفيش حد يقول لها عيب أو غلط، لكن على طول بيصدقوها حتى لو سامعين إن هي اللي بتشتمني بودانهم. لكن لأ، بيصدقوها هي ويكدبوني أنا لحد ما رجعت لك متطلقة يا بابا. وعلشان إيه؟ علشان شايفيني إن أنا متعلمة. أنا ما غلطتش في حاجة حقيقي. وقتها بابايا وقف لهم وأخد لي حقي وعرفهم مين لبنى، لأن هما ما صانوش الأمانة اللي هو اداها لهم بنته، واتطلقت في أول شهر. لكن عمي جه واعتذر لبابايا وقال له ما ينفعش العيال يبقوا لسه متجوزين ويطلقوا. ورجعت وانا عارفة ان انا متجوزة راجل بيمشي بكلمة مرات اخوه، يعني دي حتى مش كلمته،
او مش كلمة باباه ولا مامته، دي كلمة مرات اخوه. وحقيقة انا مش عارفة فاطمة عاملة لهم ايه علشان كلهم يمشوا وراها عمياني كده، لكن رايحة وانا عارفة ان انا هرجع متطلقة تاني، لان فاطمة حطتني في دماغها وحطتني في دماغها قوي كمان. وانا مش عايزة مشاكل، وكمان مش عايزة افضل على ذمة راجل ماشي بكلمة واحدة ست، والست دي تبقى مرات اخوه. وقتها عمي علشان يبعد عن المشاكل اللي بتحصل بيني وبين فاطمة قال لي منزلش من الشقة تاني وافضل في شقتي قافلة بابي على نفسي ومهدية سري. وفكرت ان انا انزل اشتغل، ليه لا؟ لكن كان الرفض جواب. وحتى انا مش مسموح لي ان انا افكر في الشغل، وبقيت محبوسة في شقتي لحد ما جه في يوم حسين جوزي وقال لي ان انا لازم انزل علشان اساعد مامته، لان فاطمة راحت عند مامتها ولازم ابقى واقفة معاها. وفعلا نزلت. الف سلامة عليكي يا طنط. مالك؟ مش عارفة والله يا لبنى يا بنتي، بقالي يومين تعبانة جدا، وفاطمة كانت بتساعدني وراحت عند مامتها. معلش هتفضلي انت معايا النهاردة. الف سلامة عليكي يا طنط. لا طبعا، اللي انت عايزاه قوليلي عليه وانا اعملهولك، عينيا الاتنين. الله يسلمك يا لبنى يا بنتي، انا بس عايزاكي ما تزعليش مني ولا تاخدي على خاطرك علشان خاطر فاطمة. فاطمة دي غلبانة وطيبة، بس هي لسانها سابق تفكيرها. حقك عليا انا، ما تزعليش منها. حقك على عيني وعلى راسي يا طنط، بس ازاي ما ازعلش من فاطمة؟ ده انا اتطلقت بسببها، بسبب ان هي بتنقل كلام غلط اصلا. ازاي عايزاني ما ازعلش منها؟ الله الله يا ست لبنى، ما انا قلت برضو، قلت ان انتي هتستغلي ان انا مش موجودة وتنزلي تبخي سمك. ما انا عارفاكي انتي تاني يا فاطمة، انتي ما بتحرميش يا بنتي. انا على فكرة بتكلم مع طنط عادي جدا، ولا ببخ سم ولا بعمل حاجة. السم ده انتي اللي بتبخيه. ايه؟ ايه الصوت العالي ده؟ انتوا ما بتبطلوش خناق؟ شفت يا حسين مراتك بتهزقني ازاي؟ انا قلتلك انها ما بتحبنيش وبتكرهني، اهو انت شفت بعينيك. انت تاني يا لبنى؟ واحنا مخلصناش من الموضوع ده؟ يعني اول ما تنزلي تاني تعملي مشاكل تاني؟ انت ايه، ما بتحرميش؟ لا يا حسين، انا ما عملتش حاجة. واسأل حتى مامتك اهي قاعدة، واسألها ايه اللي حصل. من غير ما اسمع مامتي او غيره، انا سمعت بوداني. محدش قال لي يا بنت عمي تعالي معايا فوق في شقتنا وانا هربيكي مادام عمي معرفش يربيكي. لا يا ابن عمي، انا ابويا مربيني ومربيني كويس قوي كمان. وانا مش عايزه اكون على ذمه راجل زيك، راجل بيمشي ورا كلام الستات. طلقني يا حسين، وورقتي توصلني النهارده عند بيت ابويا. وفعلا سبت البيت ورحت عند باباي وحكيت له كل حاجة. المرة دي ما خبيتش ولا دريت. أول ما المشكلة حصلت رحت قلتها لأبويا، علشان هما لو مفكرين إن أنا ماليش ظهر، لكن أنا ليا ظهر فعلا. وعمي جه يتوسط تاني لأبويا، علشان ما ينفعش إحنا لسه ما كملناش السنة واتطلق تاني. لكن أنا صممت على رأيي وفضلت طالبة الطلاق. ما أنا مش هينفع أعيش مع واحد ما بيسمعش غير صوت ست، والست دي يا ريت مامته حتى كنت قبلتها، لكن دي مرات اخوه ما بيصدقش حد، وكأنها منوماه مغناطيسيا. واتطلقت ونزلت اشتغل، وطلبت من والدي ان هو ما يكلمنيش في حوار الجواز ده دلوقتي تماما، يخليني الاول اشتغل واحقق ذاتي. وفعلا انا بقيت اعمل ده دلوقتي. كده نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات، واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في قصة جديدة من حكايات مريان. بحبكم.